موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم السبت 5/12/2020 في نهائي كأس مصر. فيديو جديد وخبر جديد. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. يدخل فريق الأهلي اختبارا صعبا حينما يواجه طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، حيث يحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي، ثم الفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ 7 سنوات. وعلى الجانب الآخر يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه. تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش الليلة في 8 من مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية. وانتهت مباراتي النسخة الأخيرة من الدوري العام بين الأهلي والطلائع بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد ذهابا وإيابا، حيث سجل ثلاثية الدور الأول جونيور أجاييه وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، بينما سجل ثلاثية الدور الثاني وليد سليمان وجيرالدو وكهربا في اللقاء الذي شهد تسليم درع الدوري للقلعة الحمراء. وطلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي من لاعبيه ضروره حسم المباراه بتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس الذي قدم مباريات قويه واطاح بمنافسين كبار مثل بيراميدز والزمالك، ويعول المارد الاحمر على نجوم المتالقين قفشه وحمدي فتحي والسوليه ومحمد الشناوي لتحقيق الثلاثيه التاريخيه. ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: محمد الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي، عمرو السولية وجيرالدو ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وصلاح محسن. ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلي مكون من محمد بسام وعلي فليفل، خالد سطوحي وأحمد علاء، محمد ناصف، فرانك ستيفن، مهند لاشين، أحمد عبد الرحمن زولا، وأحمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش عنا بلايك. لو كانت دي أول مرة بتشوفونا أو بتسمعونا يا ريت تشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو من فيديوهاتنا الجديدة.